الدنيا وعندي مشاكل كتير يعني. بس بقيت اسمع عن الموضوع. بس انا ايامها ما كنتش على الانترنت والفيسبوك، يعني الثوره مش فيسبوك فقط. في ناس بتختصر الحاجات كده وان الثوره شباب فقط. لا لا مش كل ثوره المصريين مصر كانوا كلها. بالظبط. اللي قاعد في بيتهم وموافق ان يبقى في ثوره ده كان شارك مشارك زي اي واحد بيطلع في التلفزيون دلوقتي صح. ويقول انا عملت. بتكلم على ان اليوم اياميها قلت دي مظاهرات، وانا ما عنديش استعداد اخرج في مظاهرات اللي هو هطلع اقعد اقول اي كلام، قصدي اقول اي كلام كده والحكومه قال لك سيبه يقول. لا حسيت ان ما فيهاش جدوى، يعني مش شايف اي معنى لاي خروج. اللي بعد بدات اسمع عن الاخبار اللي حصلت عن 5 يوم 25 من بعض مكالمات زمايلي اللي كانوا مشاركين، فعرفت انها ثوره. لان مثلا قريت مثلا على النت من بعيد عن الفيسبوك، يعني قريت عمرو سلامه بيحكي تجربته. عمرو سلامه مخرج زميل، هو مش صديقي، على اول مره اتعرف عليه من خلال البلوجز. اللي حصل له مش هقول لك بقى قلت لا، اللي حصل له تاكدت ان دي في ثوار نزلوا في الشارع، مش متظاهرين، مش واحد ماسك يافطه وانا فل وعملت اللي عليا. لا ده ناس ثائره، ناس نازله تعمل. فقلت لا انا جدير بان انا ابقى معاهم. فنزلت في جمعه الغضب، اللي هو الجمعه بقى، جمعه الغضب اللي هو كان يوم 28. طب نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه مع الفنان احمد وفيق. باي يا ليه. الفنان احمد وفيق، لو كنت سمعت كلمه بابا شنودة الثالث، لو كانت قالت يمكن سمعتها في احد البرامج التلفزيونيه، كان بيقول جملته الشهيره جميله جدا، بيقول لك مصر مش وطن احنا عايشين فيه، ده وطن عايش جوانا. على فكره انا بحب بابا شنودة جدا، شخصيه حلوه يعني، شخصيه شايف كميه الحب اللي بيتلخص في الدين المسيحي لما يلخصهم هم في جملتين عن وطن وحب الوطن ازاي؟ اغلبيه المسلمين اللي ما عندهمش مشاكل في دماغهم يعني دول يعني بابا شنودة بالنسبه لهم حاجه حلوه، زي ما بالنسبه لي حاجه حلوه، انا مسلم واسمي احمد يعني واتربيت في بيت ملهاش دعوه. ما انا بقول لك يعني، عايز اقول لك ان الموضوع هو رمز من الرموز المصريه اللي احنا كلنا بنفتخر بيهم. فكره اللي بيتكلموا عن الحضاره الاسلاميه والحضاره القبطيه فيها، ده مش كلام تلفزيون بقى ولا كلام، هي حضاره خليطه جدا. طب ايه اللي يخلي المسلم في مصر له طابع خاص؟ ايه؟ عشان مر على التاريخ ده، والمصري طبعا متدين على فكره. انت لو رحت في كل العالم هتلاقي ان المسيحي المصري متدين جدا والمسلم المصري متدين جدا، بل ساعات بتوصل الى المغالاه. فعند المغالاه دول بيحصل التطرف ده. طب ده بالنسبه لمطالب اخواتنا الاقباط المسيحيين. المظاهرات الفئويه بقى يعني، وده كان برضه في تصريح لدكتور عصام شرف، قال المطالب الدوله هتقدر تحقق لغايه ما المطالب تيجي لغايه حد معين، لو زادت هنا هتبقى في مشكله. والمغالاه في المطالبات دي هتبقى مشكله كبيره جدا يعني. بص، ما دي مشكله كلنا قلقانين منها، اللي هو فكره عشان كده كل بيبحث عن كيفيه تهدئه الناس دي او توعيه الناس دي. فهي مش هتنفع خلاص، حان الوقت لوجود قرارات حاسمه زي ما اتكلمنا، وانا اعتقد ان بعدها ظهر اللي ظهر من القوات المسلحه تغليظ العقوبه. اللي هو تغليظ العقوبه والناس دي. بص دي بلد، مش فكره بقى هتبوظ منشاه ولا لا، انت بتبوظ بلد. انت دلوقتي عايز تنخر في اساس البلد. الثوره دي لما قامت دي ثوره حضاريه، مش ثوره يعني ثوره حضاره. جيناتك الحضاريه قلبت عليك وهدفها كان كبير وهو ان انت تقوم بثوره. قمنا او الثوره قامت قبل ما تقوم ثوره الجوعه اللي هو كان متوقع 2012 انها هتقوم، اللي هي لا طاقه لنا بها. فاحنا نلحق بعضنا يعني، حان الوقت لكل مصر نشارك في الثوره. طب نلحق بعضنا ازاي يا احمد؟ اذا كان احنا دلوقتي وللاسف الشديد المجتمع المصري بقى يا انت لو مش معايا تبقى انت ضدي. وخلينا ناخد مثل على الوسط الفني، دلوقتي بقت في قايمه سوداء، وللاسف الشديد انا لما بشوفها وببص فيها ببقى مش مصدقه. دي ناس فنانين، ناس كانت بتشيلهم على كتافهم. صح. لا انا بص هو كل حاجه يعني مش مبرر. طب ما تيجي نسعى عليك مش بسيط كده. ما تيجي نسعى عليك يعني، انت كفنان كنت في الثوره، كنت في ميدان التحرير، مش يعني مثلا فنان تاني كان ضد الثوره، كان في مصطفى محمود وانت في ميدان التحرير، هل انت شايل منه؟ لا انا اقول لك على حاجه، كل اللي خرجوا في الثوره ما حدش منهم يعني تسالي اي حد يقول لك هو له راي وانا له رايي، اوكي، بس يعني ما تجيش تهاجم وتتهم اتهامات
مش صح. يعني مثلا اللي يخرج ويشتم ويخوض في اعراض ناس انت ما تعرفهمش اساسا، انك تطلع تكذب. يعني في فنانين طلعوا كده، يعني في بعض الفنانين بتقول لك انا شفت ايرانيين. طب ايه بقى هتتعاملوا معاهم ازاي؟ الفئه اللي انت بتقول ان هم بينافقوا او كانوا او لا بيدعوا. لا ما في مجموعه من الفنانين اللي هم نزلوا مظاهرات مصطفى محمود وبعد كده اكتشفوا غيروا رايهم واعتذروا. في اللي مش فاهم واستوعب. بس أو انا ممكن اكون مش مهموم بالسياسه او مش مهموم ببلدي أو قوي. أنا انا مش كنت لسه عايز ما اتكلم باخدش في بالي. النقطه دي. ممكن مش ما اخدش احنا بالي. الثوره دي قامت عشان الناس تقول رايها بحريه، وتفهم. صح؟ طيب افرض مثلا هو كان مبسوط من العصر القديم عشان ظروفه، هو ما جالوش حاجه من العصر القديم عليه هو، بس ظروفه كانت حلوه. انا ما جاش حاجه على فكره. انا يعني بالظبط. العصر اللي فات ده لا ما انا عارف. كنت في تألق، يعني كنت طب بتألق يعني. طيب خلاص، فانت مثلا مع فكر ان العصر القديم ده كويس، الامن في البيت بلد لا، لا شغال. مش انا تألقت يبقى هو كويس. لا انا لو هو ماشي، كويس لا انا تألقت. بكلمك هو في أول ما هو في اتولدت. رايه الشخصي. خلينا ناخد بالظبط. خلينا هو ناخد في وجهة رايه نظرك. هو في رايه ان بالظبط. كان العصر ده كويس خلاص. انت في رايك لا كان في فساد كتير عشان انت تعرف اكتر ما نعرف. انا كده حالي العادي، انا شفته تمام. خلاص الثوره قامت والعصر ده انتهى. هو انا ما ينفعش انا بقى من الشخصيه دي اطلع اقول لا انا كنت مبسوط بالعصر القديم احسن؟ مش دي حريه راي؟ واحنا في وقت حريه ده راي؟ حقه. انا صح؟ على فكره في بس حاجة- دلوقتي في حاجة لا انا كتير. كلامك لا، بصراحه، دلوقتي لا ما دلوقتي ما بتقبلش. حدش هيجرؤ ان هو بيؤيد العصر القديم، هيطلع يقول انا مع العصر القديم صح. عشان الكلام السيد هو العصر يعني العصر أصل الثوره بص، اللي احنا يعني فيه. مش هنختلف في دي سبب لان العصر القديم ده هذا عصر فاسد تماما تماما. معاك جدا، لكن- بس كل واحد حر. افرض لقينا واحد في المليون بيقول كده اقول لك يطلع على يقول. ما حاجه تختصرش بس مثلا، هتعمل. خد من نقطه الامن. في ناس تقول لك طب احنا كنا عايشين في امان، احنا ما كناش بنشوف البلطجيه وما كناش بنشوف الجو اللي احنا بنشوفه. بالظبط. دي نقطه بس أهي. دي ثوره، في دي ناس ثوره بتقول كده. والله. دي ثوره ولازم يبقى لها سلبياتها. سلبياتها وبالتدريج بتتحل. يعني العمليه ما انت مش حاطين التاريخ كده كله. ما فيش ولا ثوره الا لما حصل حواليها زي ما بيقولوا اعراض جانبيه للثوره. احنا في الاعراض الجانبيه للثوره، لكن لما نتحل هتبقى الحياه احلى. بس انا بتكلم في حته بالنسبه للفنانين. انا لما سالت 100 مره تقول ايه للفنانين، قلت مش هقول لهم حاجه خالص. الفنانين هم لان هم انواع، مش عايز اختصرهم. طب رايك ايه في موقف دكتور اشرف زكي؟ خلينا نقول ان هو هو قدم استقالته. في ناس بتقول لك هو يعني اجبر على لا إنه اقول لك يقدم على حاجه. لا استقالته. بص دكتور اشرف زكي اه شخصيا انا ماليش حاجه ضده خالص، على العكس. يعني هو لما كان يعرف ان انا محتاج حاجه هو بيجري يعملها، ما بيستناش اقولها له. وكان في الانتخابات يعني هو اخذ انا جميع. مضيت على ورقه مم. عن نفسي. انا مش مكسوف على فكره. دكتور اشرف زكي صديقي جدا، يعني انا بعتبرني اخويا اخويا. انا مضيت على ورقه لاقالته رغم ان هو كان قدم استقالته في توقيت احنا كنا متضايقين جدا ان نقيبنا موقفه ضد الثوره او مش ضد الثوره. هو انا شايفه في برنامج في التلفزيون بيتكلم عن ان هو مش ان ما حصلش ده ومش حصلش ده. هو طبعا هو حر في هو اللي بيقوله، بس احنا شفنا فيديوهات ولو الناس اللي في التحرير دول خونه ولا مش عارف ايه. ممكن يكون هو رايه وهو فاهم كده وانا مش ضده برضه، انه منصبه ووجوده يحتم عليه الكلام بشكل معين. هو مش مطالب انه يخرج يخلع هدومه ويزعل الناس بالطب ويقول حاجات، ولكن فكره ان انت توصف ناس تانيين بان هم يعني دول مش كويسين يعني. لا انا مش معاك في دي. كلنا سواء عايزين الخير لبلدنا. الثوره ديت ايا كان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ما حدش عاجبه حاله البلبله وعدم الامان اللي احنا فيه، بس لازلنا مع الثوره ولازلنا متاكدين اللي بعد كده هيبقى احسن. يعني دلوقتي انت في حاله تنظيف، بس ايه عارف مره واحده انت بتنظف كتير قوي فما فيش حاجه بتساعدنا. بس اللي احنا بنامل فيه ان ما دام الثوره جت وفي نظام جديد ونظام احنا كمذيعين انا وفرح بنتكلم بشكل جديد تماما والكلام ده جديد علينا، يبقى في الراي وراي الاخر. عشان احنا لغايه دلوقتي احنا ماشيين على الراي بس. وده مش اهداف الثوره، دي مش اللي احنا كنا بنطالب لا بيها. بص لك على حاجه برضو عايز تعرف. حرية الرأي. يا جماعه يعني انتوا مثلا دخلتونا في منطقه الممثلين. انا مصر على ان كل واحد حر في رايه عشان ما حدش يحسب. يعني شايف القايمه السوداء دي هتتغير امتى؟ القايمه السوداء اقول لك على حاجه. انا في ممثلين مؤيدين للثوره وانا عارف حتى لو هم قاعدين في بيوتهم اكيد قلب قوي مع الثوره مكتوبين في قوائم السوداء يعني. واللي في التحرير ولا واحد منهم حط ايده في قايمه سوداء. يعني اللي يقول لي يعني مثلا اذا كان اي ممثل نزل وحد الناس عاملينه وحش، دول اللي هم متحمسين زي اي متطرف في اي حته. لان احنا عارفين مجرد انك نزلت، مجرد اي ممثل نزل معناته ان هو قلبه مع الناس دي مش ضدهم.
والمنافق بيبان ويتكشف. طيب تيجي بقى نرجع شويه ونتكلم عن احمد وفيق الفنان، وعايزه اقول لك انه في عملين كانوا ليك السنه او السنه اللي عدت دي، منهم عمل انا شايفه انه كان عمل مميز جدا، وكان بيتكلم عن اللي احنا فيه، واتعمل قبل ما يحصل الثوره بنتين من مصر. تجربه جميله جدا، الناس والنقاد اثنوا عليها بشكل جميل جدا. وتجربه ماما في الاسم في رمضان، لانه كان دور يعني هو مسلسل كوميدي مع الفنانه الجميله سميرة احمد اللي الناس كلها بتستنى اعمالها، وكان دورك يعني هو ده احمد، يعني كنا حاسين انه هو فعلا ده انت، يعني ده دورك. اقرب دور ليا وانا يعني دي في رمضان اللي فات كان اهل كايرو. اهل كايرو ده كان اهل كايرو، دي كان نقطه اهل كايرو يعني اهل كايرو من ضمن مصر، الناس في التحرير او في اي ميدان كنا ماشيين ورايحين برضه الثوراجي بيكلموك في ده. من ضمن مصر انت قدمت دور المدون اللي هو اشعر الثوره اساسا. مع انك السنه اللي فاتت كان عندك مسلسلين، ما كانش مسلسل واحد. كان 4. لا ما شاء الله. 1 سوري و3 مصري. بس يعني هو كان اهل كايرو، كان عندك مسلسل ماما في الاسم وريش نعام. وسقوط الخلاف والسائلون اليمن. اكتر مسلسل يعني عمل باع مع المشاهدين واكتر حقق صدى ليه كان اهل كايرو. ده عشان كل الفكر مثلا كان يعني الفكر كله خالد الصاوي وانتوا الاثنين كنتوا في ميدان التحرير. خالد بالنسبه لبتاعتنا يعني عشان الفكر كان متقارب. في مشهد يا احمد اللي انت كنت مع رانيا يوسف، الفنانه الجميله رانيا يوسف، على القلعه فوق وكنت بتقول ايه كايرو المشهد ده انا عايزاك تكلمني عنه، عشان ده كان مشهد عالمي فعلا. كان معانا قبل كده الفنان المخرج طبعا المتميز محمد علي، وقلت له المشهد ده كان حلو قوي. انا عايز اقول لك ان المشهد ده كان بالنسبه لي عباره عن كان انا عملت مسلسل لوحده. لان انا مثلا خدت تعليق على المشهد ده، ومثلا اتعرفت على منتجين ما كانش لها علاقه بيهم من خلال المشهد، هم عايزين يعملوا لك شغل على اسم المشهد ده كان بلال قال لي يا احمد انا كاتب مشهد يعني انت لو عملته هتاخد بيه اوسكار، ده كفايه عليك في المسلسل، سيبك من بقيت شغلك، يعني ما تقلقش ان الدور بيطلع فترات كده. فكنت حابب الدور وحابب المشهد، وعملناه حوالي يعني بدأنا الساعة 8 9 الصبح 10 الصبح كده في القلعة. كان له حالة تانية بقى، حالة ان انت بتقول مونولوج كبير، والماستر سين بالنسبة للمسلسل. هو ماستر سين تاني بتاع المسلسل كله. المسلسل وليا انا كشخصيتي ولشخصية رانيا، فكنت بأدي بشكل مسرحي كمان، لان انت كنت بتعمل المشهد وحواليك سياح اجانب وسياح عرب كأنك بتكلم، فانت كنت بتاخد سكسيهات في الحاجات يعني، وتقطع سكسيه من الناس. فجأة حسيت ان انا على مسرح، انا كنت قلقان من المشهد، بس الفكره ان انت على مسرح، انا من النوع اللي بطلع على المسرح ببقى كاني ناسي الدنيا، ما بشوفش الناس على فكره. وانا على المسرح بحس ان في مجموعه بس مش شايف مين. ودي حاله حلوه جدا للممثل ان هو يوصل تعيش قوي بيسموها حاله التماهي، تبقى انت دور واحد كده ما بقاش مفصول عنه. ف محمد بعد ما صوره قلت له عايز تاخد زوايا ثانيه يعني، قال لي انا عاجبني كده، مش عايز اكتر من كده. ومحمد ده كان محمد حقيقي قوي في شغله. يعني انا فاكر كان في مشاهد بيني وبين خالد الصاوي يقول لي لا انا انتوا الاثنين ببقى مش عايز اخرج يعني، انا عاجبني الجو بتاعك. خالد الصاوي وانت معروف ان انت ثوراجي، وبلال فضل بقى اللي كاتب، فيعني العمل كله كان لا كمجموعه. بص المسلسل ده نجح لان كل اللي كانوا شغالين فيه حابينه، وكلهم